صباح الخير أو مساء الخير على حسب انتوا بتسمعونا امتى. البودكاست ده للناس المهتمة تبدأ في مجال الفريلانسنج والجرافيك ديزاين وتعرف عنهم أكتر، أو الناس اللي اوريدي بدأت ولسه محتاجة دعم علشان تحقق أهدافها. أنا أدهم كرم وده ديزاين كاست. قبل ما نبدأ خلوني أشارككم إن الفيسبوك بيج بتاعتنا عدت ال 7000 فولور، واليوتيوب تشانل عدت ال 2000 سبسكرايبر. فلو أنت مش عامل لنا فولو سبسكرايب روح اعمل لنا فولو سبسكرايب علشان بننزل حاجات حلوة هناك. عقدة الكمالية أو إن إحنا عاوزين نطلع أجمد حاجة موجودة في الكون هتلاقيها موجودة عند أغلبنا كفريلانسرز أو الناس اللي شغالة في الكرياتيف اندستري بشكل عام. ولو وسعنا الدايرة شوية وبصينا بمدى أكبر هتلاقيها موجودة عند أي إنسان في الدنيا، سواء بقى حد عايز يبقى عنده بيرفكشنزم في حياته، سواء حد عايز يبقى معاه أجدد موبايل في نازل في السوق دلوقتي، أو whatever الحاجة اللي أنت ممكن تطبق عليها فكرة البرفكشنزم هتلاقيها موجودة. وهتلاقي ان انت ممكن تطبق فكرة البرفكشنزم على اي حاجة. ولكن ايه هو بقى اصلا حوار البرفكشنزم ده؟ خلينا قبل ما نبدأ ناخد تور سريعة او لفة كده في رحلة البرفكشنزم بتاعتنا كفريلانسرز. احنا في الاول بنستلم البريف وبعد كده بنبدأ ان احنا بنشتغل نشوف الحاجات اللي ممكن نضيفها نشيلها وهكذا، وبنبدأ نظبط فيه لحد ما بنوصل لمرحلة ان احنا خلصنا الشغل اللي احنا شغالين عليه، وبنبدأ نحاول نوصل للكمالية او ان احنا نحاول نطلع اجمد حاجه في الدنيا. فالديدلاين يجي فبنتزنق فبنلاقي الشغل فبنلحقش نعمل اي حاجه، وبيبدا الدنيا تعك مننا وبنرجع نلوم نفسنا وبنجلد في ذاتنا انه ايه ده، هو انا ازاي ما طلعتش اجمد حاجه في الدنيا، او ايه ده لا انا مش هينفع اسلم، او لا انا هتاخر في الديدلاين شويه علشان انا عايز اطلع حاجه جامده جدا ولسه الحاجه دي ما جاتش. وهكذا بنفضل عايشين في الدايره دي كتير جدا. مش بس مع الشغل او مش بس مع الكلاينتس، في ناس كتير الموضوع بيتطور معاها للبورتفوليو. انا مش عايز انزل شغلي في البورتفوليو لان انا حاسس ان هو مش اجمد حاجه في الدنيا. انا مش عايز اعلن عن شغلي، مش عايز انزل شغلي على السوشيال ميديا علشان انا برضو حاسس ان هو مش اجمد حاجه في الدنيا، مش عايز حد يشوف شغلي. whatever الكيس اللي ممكن تحصل معاك. فاحنا جايين النهارده نقولك ازاي تحل عقده البرفكشنزم. انا واحد من الناس كنت بقع كتير جدا في حته البرفكشنزم دي وستيل بقع فيها، ولكن الموضوع عندي بقى ابسط شويه لما بدات افهم واتعمق فيه اكتر واحاول افهم هو ليه اصلا احنا بيجيلنا الحته بتاعه البرفكشنزم، او ليه هي عندنا كبشر بشكل عام زي ما قلت، وخصوصا في شغلنا ككرييتيفز او كناس بتطلع حاجات من دماغها وبتبدع وهكذا. لو جينا نبص هتلاقي ان انت لو بتعمل ديزاين حلو مثلا بنسبة 90%، وانت عارف ان ال10% التانيين دول هياخدوا منك ضعف الوقت اللي انت عملت فيه الديزاين، ما تعملش ال10% دول. طيب ليه؟ لانك ببساطة مش هتعرف توصل الديزاين بتاعك ل100% من الاساس. خليني اوضح لك، الديزاين بتاعك ممكن تبقى انت راضي عنه بنسبة 100% لو انت جرافيك ديزاينر يعني، والكلاينت شافه قشطه راضي عنه بنسبة 100% برضو، بس ستيل الديزاين بتاعك نفسه مش 100%، مش اجمد حاجة في الدنيا. وليه؟ علشان ببساطة مفيش حاجة هي اجمد حاجة في الدنيا. فاهم ازاي؟ فكرة اللي هو انت مش هتلاقي حاجة اجمد حاجة في الدنيا، هتشوف حاجة حلوة دي جامدة قوي بس ستيل في اجمد منها. نايكي نزلت كامبين جديدة دي جامدة قوي ومطرقعة وفرقعت وكل حاجة في الدنيا، بس ستيل لسه في اجمد منها. وحتى لو دلوقتي مفيش اجمد منها بعد كده هيجي في اجمد منها عادي. فالموضوع متطور والموضوع اكبر من فكرة ان انت عايز تعمل حاجة بيرفكت 100%. لا، هو الموضوع شوفوا من وجهة نظر اكبر او شوفوا من وجهة نظر ابعد، بفكرة ان انت حتى لو طلعته بنسبة 100% حلو فده على محيطك انت، على محيط التغذية البصرية مثلا اللي انت عملتها، على محيط الكلاينتس، على محيط الناس اللي حواليك. انت ممكن تكون خدت رأي 30 بني ادم حواليك، 300 3000، ولكن ستيل انت برضو في نفس النطاق بتاع ان انت في العالم بتاعك. ولو جينا للعالم كله هتلاقي برضو ان مفيش 100% في العالم كله. فدي البوينت اللي يمكن وصلت لي متأخر شوية، ولكن هي ساعدتني كتير قوي ان انا اخرج من حتة البرفكشنزم، وانه اوكي انا هدو ماي بيست وهعمل اقصى حاجة عندي علشان ان انا اطلع الحاجة دي كويسة، سواء بقى بودكاست، سواء في شغلي، سواء في حياتي، سواء في whatever الحاجة اللي انا بعملها. ولكن انا في الاخر عارف ان انا مش هعرف اوصل لحتة 100%. اختصارا في ناس كتير بتختصر الموضوع ده وبتقول انه الكمال لله وحده، طبعا ده يعني شيء معروف لأي حد في الدنيا يعني. ولكن بشكل ما احنا بيغفل عننا حاجات، او اللي هو بنبقى عارفين طبعا، ولكن انه طب الديزاين انا لسه محتاج كده اشتغل في حبة.
فحاول ان انت دايما تكبر شوية مفاهيمك، او ان انت توسع المايند سيت بتاعتك علشان تشوف الموضوع من وجهة نظر اكبر. ودي اول البوينتس اللي بتفرق معاك في ان انت تبدأ تتخطى عقدة البرفكشنزم، او ان انت عايز تطلع اجمد حاجة في الدنيا، لما تفهم باختصار خالص ان مفيش حاجة هي اجمد حاجة في الدنيا. الحاجة اللي بعد كده، وباعتبار ان النجاح والفشل دول حاجات موجودة اصلا وليهم مقياس حقيقي، فخليني اقولك ان مفيش حد ناجح طول الوقت، مفيش حد على طول هو في البيك بتاعه، مفيش حد على طول بيفضل ناجح او بيفضل واقف عند البوينت اللي هو واقف عندها في حتة النجاح. عادي ممكن هتلاقي حد بينجح شوية وبيقع شوية، حد مثلا ويجز مثلا لو جينا نقيس على الاغاني بتاعته كان يعني واحد لسه يعني يعرفه كان لسه بيقول الكلام ده. ويجز عادي اغنية اميرة نجحت، بس اغنية البخت اللي قبلها كانت ناجحة اكتر منها، وده مش معناه ان هو فشل، ولكن هو معناه عادي ان هو طلع نجح شوية ونزل تاني الحتة هو لسه بيلعب فيها. وده مش معناه ان هو تقصيرا منه، على قد ما هو لا، عادي هو نجح شوية نزل شوية هينجح تاني قدام، وهكذا الدنيا دايما بتروح وتيجي. فمفيش حد نجح طول الوقت، فما تقعدش تجلد ذاتك في ان انت لازم طول الوقت تطلع اجمد حاجة. عادي هتلاقي ليك شوية الابس وشوية الداونز، شوية انت فوق وشوية انت تحت، شوية انت بتطلع حاجات جامدة قوي وشوية بتطلع حاجات كويسة، وشوية بتطلع حاجات لا محتاجين نشتغل عليها شوية، شوية هتاخد ابروف وشوية هتاخد ريفيوز. فالدنيا بتمشي، مفيش حد ناجح على طول ومفيش حد برضو فاشل على طول. وفي وجهة نظري ان النجاح والفشل هما ملهمش مقياس لكل الناس. ما نقدرش نقول ان اي حد مشهور هو ناجح، ولا نقدر نقول ان اي حد غني هو ناجح، لانه كل واحد لازم يكون ليه مقاييس النجاح والفشل بتاعته. يعني انا بالنسبه لي انه انا لو عملت حاجه كويسه، حاجه ممكن نقول عجبت الناس، حاجه فادت حد بشيء، حتى مثلا البودكاست فاد ناس بمعلومات، فده بالنسبه لي انا كده خلاص انا حققت نجاح كويس انا راضي عنه ومبسوط بيه. فهو بشكل عام مفيش مقياس للنجاح. ولكن لو حتى خدناه لحته الارقام، فانت لو بتحقق الفلوس او الدخل اللي مكفيك انت كفريلانسر بقى، او whatever الحاجه اللي انت بتعملها، فده المفروض يكون بالنسبه لك نجاح، وان انت مبسوط بالحته اللي انت واقف فيها دلوقتي. نفس الكلام بالنسبه للديزاينز، نفس الكلام بالنسبه لشغلك. وهتقدر تعرف انت شغلك ناجح ولا لا لما تعرف اصلا مكانك فين وقدر قيمه نفسك كويس، لانه ده هيساعدك في حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هيساعدك فيها فكره ان انت هتعرف انت امتى ناجح وامتى فاشل، او مش فاشل ولكن امتى انت طلعت حاجه كويسه وانت راضي عنها، وامتى لا انت مكروت الحته دي. بمعنى تاني انه مثلا انا عارف ان انا بطلع ديزاينز في ليفل معين، او مثلا لما باجي اكتب بيس اوف كونتنت او بكتب محتوى معين بطلعه بشكل ما يكون مناسب مع الاودينس ومناسب مع الكلاينت وهكذا. فلما باجي في مره اطلع ديزاين مش كويس او ديزاين متكروت، فبقدر ان انا اعرف ده، او بطلع ديزاين انا عملت فيه كل حاجه بس هو ستيل وحش، فخلاص انا كأدهم عارف مستوى شغلي فين. فلما بطلع حاجه مش حلوه انا ببقى عارف حتى لو انا عملت فيها كل اللي في دماغي عملته فيها، بس في الاخر هي مش حلوه، فلا خلاص انا مش هبعته للكلاينت وابدا افكر في دايركشن تاني، او مش هبعته للكلاينت وابدا ان انا اري ديزاين او اعمله من الاول علشان اطلع حاجه في الليفل اللي انا عارف ان انا موجود فيه. دي الحاجه الاولى. الحاجه التانية ان هو هيساعدك بقى تعرف انت امتى بتكروت الشغل وامتى بتعمل اللي عليك، لان انت ممكن تكون بتعمل اللي عليك وبتطلع حاجه حلوه جدا، وممكن تكون بتعمل اللي عليك بس بتطلع حاجه مش حلوه قوي، ودي اللي انت محتاج تشتغل عليها. محتاج ان انت لا، انا عارف ان انا بطلع ليفل معين، فانا محتاج افضل اشتغل لحد ما اطلع الليفل ده. ولكن في اوقات تانية ساعات بيبقى ممكن يكون كسل، ممكن يكون استهتار، ممكن يكون مايند بلوك، وات ايفر الكيس اللي ممكن تكون عندك. ولكن ساعات بيبقى في كروته كده في الشغل بتجيلنا كلنا. فكره ان انا عندي كامبين مثلا 12 ديزاين، فانا عملت فيهم 10 حلوين وفي 2 في النص كده، انا عارف ان انا كروت دول. فلو انت مش عارف شغلك، مش عارف قيمة نفسك، مش فاهم نفسك من جواك، انت مش تقدر تعرف ان دول متكروتين، مش تقدر تعرف ان الشغل ده مش مناسب، او الشغل ده لا مش حلو. طب هو مش حلو ليه؟ لا معرفش، وانا طلعت ديزاينين من ضمن 12 ديزاين مش حلوين، وعادي ان ده يحصل. ولكن لما تبقى انت عامل فيهم مجهود، مش ان انت مكروتهم، ان انت فتحت فوتوشوب قعدت تحط شوية عناصر فوق بعضها وخلاص ده الديزاين اهو. فاعرف مكانك فين، واعرف قيمة نفسك كويس، اعرف الليفل اللي انت وصل له، سواء بقى ليفل منتلي، سواء ليفل في شغلك، وفي الليفل بتاع شغلك اصلا اللي انت
بتطلعه او بتقدمه للكلاينتس اللي معاك، لان دي نقطة مهمة جدا هتساعدك تحل عقدة البرفكشنزم. لما تلاقي ان انت بتطلع الشغل اللي انت راضي عنه، انت عارف ان انا واقف في ليفل كذا، فانا خلاص طول ما انا بطلع الشغل في الليفل ده يبقى كويس. لو عرفت اتقدم طبعا، عشان احنا زي ما بنقول دايما ان احنا كلنا محتاجين نتطور، وكلنا بنحتاج دايما نطور من نفسنا ومن شغلنا وهكذا. فطول ما انا بطلع في الليفل ده كويس، عرفت اتطور عنه هيبقى افضل وافضل. ولكن نزلت عنه فلا، انا عندي دروب، فانا هروح اشوف بقى الدروب ده كرواتة شغل مني، هروح اشوف الدروب ده انا اللي بقالي كتير ما بشتغلش فنسيت، او انا اللي بقالي كتير ما بشتغلش فحاسس ان دماغي واقفه شويه، او انا عندي مايند بلوك، او وات ايفر الكيس اللي ممكن تكون عندك زي ما قلنا من شويه. الحاجه اللي بعد كده اللي محتاج تفهمها كويس جدا جدا، وهي ان مش كل البروجكتس اصلا شبه بعض. مش كل البروجكتس انت هتعرف تشتغل عليها بنفس الكفاءة. بمعنى ايه؟ خليني اوضح لك. مثلا حد بيكتب محتوى، فهو بقاله سنتين بيكتب محتوى في المجال الطبي، وبقاله سنة بيكتب محتوى في مجال العقارات. فطبيعي انت لو جيت قلت له اكتب لي محتوى في المجال الطبي ومحتوى في مجال العقارات، فهيطلع في المحتوى الطبي محتوى اقوى بكتير جدا وافضل بكتير جدا من اللي هيطلعه في مجال العقارات. وده مش معناه ان هو شخص فاشل، ولا معناه ان هو نجح في المجال الطبي وفشل في مجال العقارات، ولكن هو عنده البروجكت ده، هو اشتغل في نفس التايب ده قبل كده، فهو فاهمه كويس، عامل ريسيرشز كتير، اشتغل فيه كتير، دماغه دايما شغاله فيه. على عكس الريل استيت او العقارات، هو مش شغال فيها كتير، وبالتالي لما تقول له اشتغل في الحته دي هيشتغل هيطلع حاجات حلوه، ولكن مش بنفس الكفاءه. نفس الكلام بقى لو جيت تطبقه عليك، هتلاقي ان ده بيحصل معاك تيبيكال لما تيجي تكون شغال مثلا مع دكتور اسنان، وشغال مع عقارات مثلا، وشغال مع مطعم مثلا، ويجي حد يقول لك طب انا عندي كافيه محتاج له شغل. فطبيعي حتى لو انت اشتغلت على ده قبل كده، ولكن في العادي مش هتطلع بنسبة كبيرة نفس الكواليتي اللي انت بتطلعها في بقية الحاجات، لانه البروجكت ده مختلف عليك، او البروجكت ده انت اول مرة تخش مثلا البيزنس ده وتشوف الدنيا جوه ماشية ازاي، او انت اول مرة تتعامل مع كلاينت زي كده. انت ممكن تكون اصلا تعاملك اول مرة مع الكلاينت ده غريب بالنسبة لك، وده يخليك مش عارف تطلع احسن حاجة عندك، لان انت مش فاهم الكلاينت، خايف ان الكلاينت يرفض شغلك، خايف ان الكلاينت يحس ان انت مش كواليفايد ان انت تشتغل معاه فيسيبك. ممكن يبقى عندك توترات كتير من ناحية الكلاينت نفسه، غير بقى التايب بتاع البروجكت خالص. ف... فالعوامل دي طبعا بتفرق، وطبعا هتفرق معاك في كل ديزاين، في كل كونتنت، في كل حاجة انت بتعملها في شغلك، واتيفر الكارير بتاعك ايه. فلازم تبقى فاهم البوينت دي كويس جدا، وتحاول ان انت بقى يعني دي الستيب الاعلى شويه، تحاول ان انت تتخطى الموضوع ده بان انت دايما تخلي فيه فرايتي في شغلك. تحاول ان انت، انا اشتغلت مع صيدليات بس ما اشتغلتش مع براندات مثلا بتاعه كوزماتكس ومستحضرات تجميل، خلاص انا هدور على كلاينت شغال في الفيلد ده وهروح اشتغل معاه. طيب انا ديزاينر مثلا وعايز اشتغل في مجال العربيات عشان انا ما اشتغلتش مانيبيوليشن كتير، خلاص انا هدور على كلاينت واروح اشتغل معاه علشان امبروف الحته دي عندي، علشان لما يجي لي كلاينت فلا انا اشتغلت في حته العربيات، وادي البورتفوليو بتاعي، انا اشتغلت في حته كذا وكذا وكذا. فيبقى عندك فرايتي في البورتفوليو، ويبقى عندك فرايتي في شغلك انت، وتبقى البروجكتس بالنسبه لك كلها يعني ريليتابل ببعض، او ان هم كلهم كده كونكتد، وان انت بتعرف تمشي امورك، ما عندكش مشكله مع البروجكت. البوينت المهمه جدا بقى اللي لازم تكون دايما في دماغك، وهي ان انت اصلا من الاول خالص مش مطلوب منك انك تطلع اجمد حاجه، مش مطلوب منك انك تطلع الحاجه البيرفكت الواو اللي كل الناس اول ما تشوفها هتقولك ايه ده، دي حاجه جامده قوي. ليه؟ لان انت في الاخر انت شغال علشان تطلع حاجه ترضي الاند يوزر، او الشخص اللي هيشوف الشغل بتاعك ده، والكلاينت كمان يابروف عليها. فانت عندك اتنين فاريبل اللي هو الكلاينت والاودينس، دول اللي انت المفروض تطلع لهم الحاجه اللي تناسبهم ويبقوا هم راضيين عنها. انت مثلا لو بتعمل ديزاين لكلاس سي، فطبيعي كلاس اي مثلا هتلاقيهم لا، لو شافوا الشغل ده هيقولك لا، ده شغل مش اجمد حاجه بقى، لا ده شغل وحش اصلا، احنا مش حابين الشغل ده، والشغل ده شكله مش حلو. لو بتعمل ديزاينز لكلاس اي، فكلاس سي ممكن ما يفهموش فيقولك ايه اللي انت عامله ده شكله وحش جدا. فانت لازم تبقى حاطط دايما في دماغك فكرة ان انت مش مطلوب منك تطلع اجمد حاجة، انت مطلوب منك تطلع حاجة ترضي بيها الاودينس اللي الحاجة دي رايحة لهم، والكلاينت اللي بيابروف عليها. وساعات حتة الكلاينت ساعات مش بيوافق بالشغل البيرفكت اصلا. كان من المواقف اللي حصلت معايا ومؤخرا حصلت مع حد من صحابي، انه كنا شغالين
يعني كل واحد لوحده يعني في بروجكت. فانا كنت شغال في البروجكت ده، كان فيه 6 ديزاينز هيتعملوا في الكامبين، فاشتغلت عليهم وحطيت فيهم شوية مجهود وعملناهم بشكل illustrations وبتاع واشتغلنا. وبعد كده الكامبين راحت للكلاينت، فالكلاينت لا انا مش موافق عليها، انا محتاج حاجة يعني هو شايف ان ده المستوى المناسب ولكن هو اقل من الشغل اللي انا كنت مطلعه له. وبالفعل بدأنا عليه لانه هو فاهم الاودينس اكتر مني. وهو شايف او هو حاسس ان هو ده اللي هيخدم البيزنس بتاعه. واحنا طب اكيد وتمام، انت متاكد من الخطوه دي؟ متاكد، احنا محتاجين نغير الدايركشن بتاع الكامبين، وغيرناها وهو وافق عليها وبدانا نشتغل فيها. على الجانب الاخر صاحبي برضه نفس الكلام، كان شغال في شركه ومعاه كامبين 12 ديزاين تقريبا، برضو اشتغل عليهم ودخل فيهم شويه مانيبوليشن وبتاع وحاجات زي كده. راحوا للكلاينت رجعوا له لا كلهم مش ابروفد، احنا محتاجين نشتغل على دايركشن تاني خالص اقل من كده في المستوى. فمش دايما لما بتطلع الشغل البيرفكت بتاعك الكلاينت بيوافق عليه، وده ممكن يبان ان هو شر من الكلاينت، ولكن ساعات بيبقى الكلاينت على حق في فكره ان هو فاهم اكتر الاودينس بتوعه، خصوصا لو هو شغال معاك كديزاينر بس مش شغال مع شركه كامله هي اللي ماسكه له بقى البيزنس وعامله ماركت ريسيرش وهكذا. اوكي انت كجرافيك ديزاينر ممكن تعمل شويه ماركت ريسيرش وتفهم اكتر عن البيزنس موديل بتاعه وهكذا زي ما اتكلمنا كتير، ولكن انت برضو مش فاهم الاودينس قوي، او مش فاهم الناس اللي هتشتري او الناس اللي هتروح لها المنتجات بتاعتك، غير يعني على عكس الكلاينت هيبقى اكيد فاهمهم اكتر منك لان هو اللي اكشلي بيتعامل معاهم. وبشكل عام زي ما بنقول دايما فكره انه انت اصلا مش مطلوب منك تطلع لوحه فنيه، انت مطلوب منك تطلع حاجه تبيع في الاخر، لانه الكلاينت جاي يدفع لك فلوس عشان هياخد الديزاينز دي يروح يبيع بيها، جاي يدفع لك فلوس عشان هياخد الكونتنت ده يروح يبيع بيه، جاي يدفع لك فلوس عشان تصور له المحل بتاعه عشان يستخدمه برضه في الشغل والبيع. بشكل عام انت مش مطلوب منك تطلع لوحات فنيه، او مش مطلوب منك تطلع حاجات فنيه، على قد ما انت مطلوب منك تطلع حاجات كوميرشال. فلو جينا صغرنا الموضوع، انت مش مطلوب منك تطلع حاجه بيرفكت، انت المفروض مطلوب منك تطلع حاجه تبيع او تطلع حاجه ترضي الشخص اللي هيشوفها او اللي هي معموله علشانه. واخر حاجه حابب اقولها لك في الحلقه، وهي انه مفيش مقياس لاي حاجه في الدنيا، مفيش مقياس للنجاح، مفيش مقياس للفشل. زي ما اتكلمنا من شويه انه مفيش حاجه تقدر تقول عليها او تبني عليها ان انت ناجح، ومفيش حاجه تبني عليها تقول انه لا ده انا فشلت ووقعت ومش هينفع اقوم تاني. مفيش مقياس تقول ان الحاجه دي حلوه جدا، ومفيش مقياس تقول ان الحاجه دي وحشه جدا. انت اللي بتقيم من وجهه نظرك، انت اللي بتقيم من رايك، انت اللي بتقيم من مبادئك. ممكن كان في بيثار الجدل كده الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا بسبب الكامبينز اللي الشركات الاجنبيه بتعملها، سواء اديداس او نايكي او وات ايفر الشركات. ففي ناس او اللي هو كعرب احنا عندنا مبادئنا اللي مش موافقه على الكامبينز دي بتعملها، او اللي شايفين ان لا دي حاجه غلط. هم بالنسبه لهم لا، هم موافقين وشايفين ان دي حاجه كويسه جدا وفاليو قويه واحنا لازم نماركت لده ونبيعه ومش عارف ايه. فستيل مفيش مقياس تقول بنسبه 100% ان الاعلان ده او الكامبين دي حلوه او الكامبين دي منافيه للاداب والاخلاق. فمفيش مقياس، انت بتقيس بمقياسك انت، بمبادئك، بوجهة نظرك. الطرف التاني او الشخص الاخر بيقيس بمبادئه ووجهة نظره والعادات بتاعته. فمفيش مقياس لاي حاجة في الدنيا، مفيش مقياس هتقولك ان انت ناجح، مفيش مقاييس هتقولك ان انت فاشل، مفيش مقاييس هتقولك ان انت كده بيرفكت او ماشي في طريق البرفكشنزم زي ما بنقول. فخلاصة ما تخليش البرفكشنزم تسيطر عليك. في ناس بتبعت لي مثلا او انا بشوف كيسز كده بتحصل وكانت بتحصل معايا كتير وستيل ساعات بتحصل معايا، في فكرة انه البرفكشنزم بيسيطر عليك، فتلاقي ان انت مش عارف تشتغل، مش عارف اطلع ديزاين علشان انا مش عارف اطلع حاجه جامده قوي فخلاص مش هشتغل، انا مش عارف اطلع حاجه كويسه فزي ما قلت مش هبني بورتفوليو ومش هنزل شغل ومش هعمل عشان انا مش عارف اطلع حاجه بيرفكت. مش شرط بس في الشغل زي ما قلت، طبعا في الدنيا كلها. فحاول ما تتبعش البرفكشنزم، ما تفضلش ماشي في الطريق ده، لانه مش هيوصلك لحاجه على قد ما هو هيوقعك، هيخليك دايما واقف، هيخليك مش عارف تاخد خطوات اكبر لان انت واقف في حتة ان انا اصلا مش كويس. اؤمن بقدراتك، اعرف المكان اللي انت واقف فيه. انا ما بحبش اقول كلام التنمية البشرية او اللي ممكن يتفهم انها تنمية بشرية، ولكن يعني دي خلاصة تجاربي انا او الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي انا فهمتها مؤخرا، ولما جيت اطبقها كده وبصلها بنظرة اكبر شوية في الدنيا بقى بشكل عام،
فلقيت انه الحاجات دي كلها بتساعد وبتفرق وفرقت معايا جدا وساعدتني كتير ان انا اتخطى حاجات كتير ما كنتش عارف اتخطاها، وان انا اطلع شغل ما كنتش عارف اطلعه، وان انا اتعامل مع ناس انا ممكن ما كنتش عارف اتعامل معاهم او اشتغل مع الفئة دي غير لما تخطيت فكرة انه انا مش لازم ابقى جامد، مش لازم اطلع اجمد حاجة في الدنيا، انا محتاج اشتغل على نفسي علشان اوصل للحتة اللي احسن من اللي انا فيها، مش علشان اوصل لاجمد حاجة في الدنيا. شكرا جدا. تنساش تتابعنا لو وصلت لحد هنا طبعا. تابعنا على السوشيال ميديا، اليوتيوب تشانل بتاعتنا، سيب لنا رايك في الحلقة، ولو عندك اي اسئلة متنساش تسيبها لنا في الكومنتس وهنرد عليك طبعا، سواء على فيسبوك او يوتيوب او whatever البلاتفورم اللي انت بتسمعنا عليها دلوقتي. انا خلصت، شكرا جدا، سلام.